فيديو النهاردة بقى مختلف شوية. هعمل لكم ريفيو على منتجات مصرية بديلة. هقول لكم رأيي فيها بمنتهى الأمانة وبالأسعار كمان. والمفروض ان الفيديو ده كان المفروض ينزل بدري شوية على القناة، بس خير يعني. الفيديو ده بقى كمان بالذات هيعجب بقى الناس اللي بتحب التسالي والسناك والشيبسي والمنتجات الجديدة. فلو عجبتكم فيديو النهاردة او الفكرة بتاعت الفيديو النهاردة قولولي في التعليقات، ولو في منتجات جديدة حابين ان انا اجربها واقول لكم على رأيي فيها بمنتهى الامانة وبالاسعار، اكتبولي اي منتج عايزيني ان انا اجربه وان شاء الله هجربه معاكم. وعايزه اقول كمان تنويه كده قبل ما ابدا الفيديو، ان الفيديو ده عاملاه على كذا يوم علشان ما تفتكروش ان انا جربت المنتجات دي كلها في يوم واحد. اول براند معانا بقى النهارده بيك شيبس بالانجلش، علشان في بيك شيبسي بالعربي، لا ده بيك شيبس بالانجلش. الشيبسي بتاعه نضيف جدا، البطاطسايه حلوه وتحسوا ان هي مقليه في زيت جديد كده ونضيفه. الشيبسية كمان كبيرة، التقطيعة بتاعتها كبيرة زي ما انتوا شايفين، ده بطعم الخل والملح. عجبني جدا، سعره عامل تقريبا 8 جنيه او 10 جنيه. جبت منه نكهة تانية بالجبنة المتبلة، المفروض ان دي بطعم الجبنة المتبلة. بس كانت مشطشطة شوية، تحسوا ان هي فيها شطة، مش زي نكهة الجبنة المتبلة الاعتيادية اللي احنا متعودين عليها. التوابل اللي عليها حلوة جدا والبطاطس نظيفة جدا. الكمية معقولة بالنسبة لسعره. تالت بقى منتج معانا هو من جاجورة منزلة منتجات كتيرة حلوة قوي الفترة الأخيرة، أشكال وألوان يعني، ده شكل منهم. مقرمشات كده مش شيبسي بنكهة الساور كريم. نكهة الساور كريم حلوة جدا، التوابل حلوة قوي، واخدة الشكل اللي انتوا شايفينه ده، قريبة شوية من الفنكوش اللي بنجيبه ونقليه في الزيت، ده هو نفس الفكرة. بس بصراحة هي مش مزيتة وطعمها حلو قوي. ده تقريبا رابع منتج معانا، من برضو براند من ايجيبت فود، براند مصرية. المفروض ان دي مقرمشات بالشوفان بطعم برضو الساور كريم. فيها 3 نكهات نازلة، بالطماطم وبالساور كريم وبالشطة والليمون. انا جبت اللي هو بالساور كريم ده. التوابل اللي عليه طعمها تحفة جدا وصحية، الكمية حلوة قوي. الكيس ده تقريبا عامل تقريبا 10 جنيه او 12 جنيه، والجاجورة كانت عاملة 5 جنيه، عشان نسيت اقول لكم على سعر الجاجورة او المقرمشات اللي كانت من الجاجورة. الكمية بتاعت الكيس ده حلوة جدا، الناس اللي بتدور على سناك صحية هيكون مناسب ليها. خامس حاجة معانا هي مقرمشات بالفول السوداني. الكيس ده سعره تقريبا عامل 10 جنيه. بس خلي بالكم وانتوا بتفتحوا الكيس، لان الخامة بتاعت الكيس نفسها قاسية شوية، في حتة من الجنب كده بنقطعها الاول. بنبتدي ان احنا نقطع حتة بالشكل ده، والكيس بعدها بيتفتح معانا بكل سهولة، لان الكيس كده هتحس ان هو تخين وجامد شوية. دي بقى مقرمشات الناس اللي بتحب المكسرات والحاجات دي، فهو حلو قوي، دي بنكهة الطماطم والبصل. هو التعقيب الوحيد بس ان حبيت الفول السوداني حجمها صغير شوية، لكن هو بصراحة عجبني جدا والكمية معقولة مش وحشة ابدا. فان شاء الله برضو تجربوه ويعجبكم. بعد كده معانا منتج اللي هو البريتزل، وده معروف قوي من فئة الباتون ساليه والبقسماط والحاجات دي، برضو صحي. الناس اللي عايزة تسالي صحية برضو ده هيبقى مناسب ليهم. الكمية حلوة، التصوير على فكرة ظالم الكمية شوية، لكن هو الكمية حلوة، ده بيكون شكله. ده بنكهة الجبنة، نكهة الجبنة اللي فيه عجبتني جدا صراحة، ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها في الريفيو ده او في الفيديو ده. نخش بعد كده هنحلي بقى شوية. هنا بسكوت برضو براند مصرية من شركة اهلاوي، ده المفروض اللي هو بديل للاوريو. حلو برضو، سعره عامل تقريبا 6 جنيه. ينفع كده كفطار كده سريع مع كوباية شاي الصبح، او كوباية نسكافيه، للناس اللي بتحب البسكوت المحشي. ده نوع تاني بقى من البسكوت، بسكوت بالتمر. انا بصراحة بحب البسكوت اللي هو بالتمر، وده المفروض ان دي برضو شركة مصرية بديلة بقى للأوركر اللي هو بالعجوة. بصراحة طعمه ما عجبنيش جدا، منتج والعجوة طعمها مش حلو، البسكوت حجمها صغير فمش حلو ابدا. بعد كده بقى المنتج الاخير اللي معانا هو السينا كولا، وانا اصريت ان انا اجربها
بصراحة مش حلو ابدا، والصودا خفيفة جدا زي ما انتوا شايفين، بتختفي بسرعة. القوام بتاعها خفيف، تحسوا ان هي مية بسكر وعليها لون. انا كنت المفروض ان انا شارية ده بطعم التفاح، على اساس ان هو طعم التفاح، طلع بطعم الاناناس، وبصراحة ملوش طعم خالص. جبت النوع التاني اللي هو بديل الكولا، المفروض اللي هي السمرة دي. قلت اجرب الاتنين، لان هو في منه كذا نكهة، نفس المشكلة برضو، الصودا خفيفة جدا، الطعم مش حلو خالص. هو سعره معقول، سعره 10 جنيه، لكن مش حلو ابدا. النكهتين ما عجبونيش خالص. وسبحان الله، الواحد لما بيجرب براند بيكون كويس، وبعد كده بيجرب براند اقل منه، غصب عنه بيقارن. فهو بصراحة مقارنة للبديل التاني طعمه مش حلو. ممكن نستبدله بقى بأي عصير برتقال برضو يكون من براند مصرية، أو أي عصير فريش بيتي، هيكون وقتها طعمه أحلى بكتير وصحي عنه كمان. ده كل المنتجات اللي انا جبتها جربتها معاكم، وقلت لكم على الاسعار بالظبط وعلى رايي فيها منتهى الامانه. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. ولو عندكم منتجات، اي منتجات عايزين تجربوها وتعرفوا السعر بتاعها ورايي فيها منتهى الامانه، اكتبوا اسم المنتج في التعليقات، وان شاء الله اعمل ريفيو عنه. نتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه كتير. اسيبكم في امان الله، وسلام.